السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رودي من قناة يلا نطبخ مع رودي. النهاردة روتين في الصالة، اتمنى روتين النهاردة يعجبكم وتقولولي ايه رأيكم في الكومنتات. طبعا لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي انزلوا حالا اشتركوا فيها، واهم حاجة تفعيل الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. ونبدأ بالصلاة على النبي، اهم حاجة نبدأها كده بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. روتين النهاردة كده، انا بدأت الاول بتنشير الغسيل. كان معايا هدوم بنوتي نشرتها الاول، وهنا جيت على الصالة معايا القماشة والجلانس وقعدت امسح كده واعقم في الحاجة، الراوتر والتليفون الارضي والازاز كله مسحته برضو. اتمنى روتين النهاردة كده يشجعك ويحفزك معايا، ولو وراكي اي حاجة تقومي تعمليها كده. وقعدت امسح في الازاز كويس. طبعا ما تنسنيش في اللايك بيفرق معايا جدا وبيشجعني عشان اقوم اصور معاكم فيديوهات. ولو حابين نظام الروتينات دي قولولي في الكومنتات، يعني انتوا لو حابين نظام الروتين قولولي وانا ان شاء الله هعمل معاكم كل يوم روتين. اما لو مش حابين الروتين واكل بس قولولي برضو، انا كده كده بنوع، يعني شوية فيديوهات اكل وشوية روتين كده يعني. اللي انتوا تقولولي عليه انا هعمله. انا هنا جيت على السفرة وشلت المفرش وقعدت امسح كده بالجلانس والقماشة. هو كده النهاردة كان روتين يومي، يعني انا مش عاملة روتين عميق، الروتين اليومي بتاعنا كده اللي بنقوم كل يوم نعمله. انا مسحت السفرة وفرشتها تاني بالمفرش. وهنا كان معايا الفازة ومسحتها برضو. انا كده قعدت امسح واعمل، وعشان ايه؟ اخلي الحاجة تبقى حلوة ومتعقمة وتبقى نظيفة كده معانا. انا هنا كنت خلصت السفرة ودخلت هنا بقى ايه على البار، كان متبهدل كده زي ما انتوا شايفين، فاخدت كل حاجة ولمعها. بلمع طبعا بالجلانس والقماشة. شلت كل حاجة من على البار، الفازات والصور بتاعت فرحي، وشلت كل حاجة. وطبعا وانا بشيل بلمع واحط على جنب والمع واحط على جنب. طبعا كده لازم يبقى ايدك كده على طول في شقتك عشان تبقى على طول نضيفة، وما تبقاش متكركبة، وتيجي تعملي كل حاجة مرة واحدة تحسي بقى ايه ان الشغل تقيل قوي عليكي وهتكسلي ومش هتعرفي تعملي حاجة. طبعا لما بنلاقي الحاجة تقيلة علينا بنكسل، ما بنعرفش نعمل حاجة. اما اول باول كده الموضوع بيبقى سهل علينا. يعني طول ما انتي ماشية كده في الشقة يبقى في ايديك القماشة تطوقي كده طول ما انتي ماشية، هتلاقي الحاجة خفيفة عليكي وهتلاقي الشغل بسيط. انا هنا كنت بمسح الازاز بالجلانس، ومسحت البار كمان. زي ما انتوا شايفين مسحته ولمعته، زي ما انتوا شايفين كده هو بقى يلمع. ومسحت الدواليب النيش من تحت. ان شاء الله كده هبقى اعمل معاكم فيديو ننضف النيش، الحاجة اللي جوه النيش، الكاسات والاطباق وكل حاجة، هنزل كل ده معاكم باذن الله في فيديو وهعمله. ونرص النيش مع بعض برضو رصات جديدة، واتمنى برضو الفيديو ده يعجبكم. قولولي برضو اقترحوا عليا تحبوا اعمل معاكم ايه، هعمل معاكم ما تخافوش، قولولي وانا هعمل معاكم. بس ان شاء الله الفيديو مش عارفة هيبقى الفيديو الجاي ولا لامتى، بس هبقى اقول لكم. هنزل كل الحاجة اللي في النيش وهغسلها معاكم ونظبطها ونروقها. انا هنا رجعت كل التحف اللي معايا، رجعتهم على البار بعد ما مسحتهم وعقمتهم كويس جدا. تمام كده بقى يلمع وكل حاجة هنا بقت نضيفة. هخش بقى ايه على الترابيزة. وهنا بقى ايه جيت على الترابيزة ومسحتها بالجلانس، والخشب مسحته بمورال. المورال ده حلو جدا جدا، بيلمع الخشب وبيخليه يلمع وريحته حلوة قوي. بيسيب اي حاجة انتي عاملاه ريحته تحفة اكنك رشة معطر. انا هنا كنت مسحت بقى الترابيزة وفرشتها بالمفرش. وهنا جيت على الانتريه، الصالون بتاعي، نفضته كده بالفوطة. انا اصلا كنت عاملة قبل كده يعني تنظيفة عميقة، وكنت مشفطة ما بين
الكنبة والcover بتاعها كنت مشفطاه بالمكنسة الكهربائية، يعني بُصّوا زي ما أنتم شايفين نضيف ما فيهوش حاجة، بس أنا قُلت إيه أمّا أنفّض برضه كده تنفيضة خفيفة بالفوطة، يعني ما فيش حاجة نضيفة. وزي ما قُلت لكم معايا المورال مسحت بيه كل الخشب، كل خشب الصالون مسحت بيه، تحفة جدًا بيخلّي ريحة الصالة كلّها أصلًا حلوة، والله أكننا راشين مُعطِّر. أنا أهو زي ما أنتم شايفين مسحت الخشب كلّه، القماشة اللي معايا دي تعبت الصراحة معايا النهارده، مسحت كل حاجة. بس أنا طبعًا في الآخر يعني بالِم كل الفوط اللي عندي وبانقعهم بقى في كلور ورابسو وكده عشان يلمعوا ويبقوا نضاف. وهنا جيت برضه على الكنبة التانية ومسحت الخشب اللي فيها فوق وتحت، وشِلت المخدات من عليها، وقعدت أنفّض كده زي ما أنتم شايفين ما فيش حاجة، يعني هو ده الروتين اليومي أصلًا اللي إحنا بنقوم نعملوه كل يوم، نطوّق الحاجة كده ونمسح الأنتريه والحاجات دي كلّها، وبيبقى روتين بسيط كده. أتمنى فيديو النهارده يعجبكم وتقولوا لي إيه رأيكم وما تنسونيش في اللايك. أنا هنا برضه جيت على الكراسي ومسحتها ولمّعتها. وبعد كده بقى إيه، هالمّع بقى المكتبة. أنا هنا بقى إيه، جيت على المكتبة، طبعًا زي ما أنا قُلت لكم معايا القماشة والجلانس وبدأت أمسح المكتبة وأعقّمها، وطبعًا بقى بامسح مكان بصمة إيد مثلًا، إيدي وأنا باحط تحفة والّا حاجة بامسحها، والحمد لله كلّه بيتمسح بكل سهولة، وبامسح كل حاجة على المكتبة ده المصحف وحرفي، حرف الR مسحت كل حاجة وما سِبتش حتّة في المكتبة إلا لمّا مسحتها، يعني أنا مسحت ولمّعت وبارجّع الحاجة تاني أهي بارصّها زي ما كانت. والتُحَف اللي فوق برضه مسحتهم كلّهم كويس، يعني أنا مسحت المكتبة كلّها معلش يعني أنا مش بابيّن كل حاجة معاكم، بادّيكم بس مقتطفات وأنا باكمّل مع نَفْسي، مسحت كل حاجة هنا، وبعد كده بقى هاشفّط بقى الصالة كلّها، هاشفّطها بالمكنسة الكهربائية. يعني هو زي ما قُلت لكم الروتين اليومي مش محتاج إن أنا أشيل سجّاد وكده يعني على الوِش كده، أمّا في التنضيفة العميقة طبعًا بنشيل ونكنس ونلمّع ولازم نخلّي الدنيا كده فُلّة شمعة منوّرة. أنا شفّطت كل الصالة زي ما أنتم شايفين، وطبعًا بنوتي هنا كانت بتجري بالمشّاية فمضايقاني مش عارفة أتحرّك منها، بس الحمد لله أتمّيت المهمة بنجاح. شفّطت كل الدنيا كده، وبعد كده بقى إيه هامسح الأرضية. أنا جِبت الجردل وحطيت فيه مَيّة وحطيت فيه الملمّع بتاع الأرضيات، سائل الأرضيات حطيته في الجردل، ولمّعت بقى إيه كل السيراميك اللي باين في الأرض لمّعته. زي ما أنتم شايفين كده. يا رب فيديو النهارده يعجبكم وتقولوا لي إيه رأيكم. زي ما قُلت لكم هنا بقى إيه جِبت الشرشوبة ومسحت كل السيراميك اللي باين. دي السجادة اللي قدّام الباب برضه لازم الحتّة دي أهتم بيها أكنسها كل يوم وأسيّقها، عشان بنوتي برضه وهي ماشية ما يجيش فيها تراب ولا كده، عشان دي الحتّة اللي قدّام الباب. لمّعت بقى كل السيراميك اللي باين. أنا كنت حاطة في المَيّة ملمّع الأرضيات وديتول عشان يخلّي الأرض كده ريحتها حلوة ونضيفة وبتبرق. زي ما أنتم شايفين كل ده سيراميك باين، فلازم كده أمشي عليه بالشرشوبة وأمسحه. وجايين بقى على إيه، أهم حتّة أنا باحبها جدًا، حتّة التعطير، إن أنا أعطّر الشقة كلّها، باحس بقى إن أنا خلاص خلّصت وأنجزت، أعطّر بقى الشقة عشان أبقى قاعدة فيها إيه، ريحتها حلوة كده ونضيفة وأحس بإنجاز، أحس إن أنا خلّصت